والله العظيم يا ابني قاعد مستني ماتش انجلترا والمكسيك، والاقي لك فيديو كده لجاليليو من قناة الزمالك. الراجل بقى طالع ولابس الحتة الشيك والكروت اللي بيقرا منها والنضارة. ما انا اعلامي بقى، ومش اعلامي بس، ده انا بدرس اعلام. انت عارف انت اصلا لو جيت قلت لي يا زيد جاليليو درس اعلام، هقول لك ما حصلش، هقول لك مستحيل. ده درس اعلام. يقوم سبحان الله المعجزة، واحنا يعني مش في زمن المعجزات ولكن معجزة. جاليليو بيدرس اعلام. ربنا يستر على الدفعة دي. ما علينا. الراجل بقى طلع بيقول لك ايه؟ قال لك الناس اللي على السوشيال ميديا اللي عمالة تتهم جماهير الزمالك ان هم ما بيشجعوش المنتخب، وان هم مستنيين المنتخب يقع، وان هم كانوا بيشجعوا استراليا، عيب. اه والله يا جليليو هو عيب فعلا، بس مش عيب على دول، عيب عليك انت. المهم اسمع لغاية الاخر. فبيقول لك ايه بقى؟ قال لك مش معنى ان انا بنتقد المنتخب فنيا او بنتقد المدرب فنيا، اختياراته مثلا او الناس اللي استبعدها، ابقى انا كده ضد المنتخب. ابدا ابدا، احنا مع المنتخب واحنا مصريين. هنخش بقى في ايه؟ في منطقة تانية. واحنا مصريين واحنا بنحب مصر شويتين دول. طيب ماشي، انا موافقك، انا موافقك مليار في المية. من حق اي حد، مش جماهير الزمالك بقى ولا جماهير اهلي ولا جماهير اي جمهور، ان هو ينتقد المدرب وينتقد المنتخب فنيا. انا اطلع اقول والله يا جماعة يعني انا شايف مثلا، يعني مش قصدي على كده، بس انا بديك مثال. صلاح بيلعب في القلب، لا هو لازم يبقى يمين شوية مثلا. تريزيجيه بيلعب ناحية الشمال، لا يلعب في النص. الكابتن حسام مثلا استدعى لاعب للمنتخب واللاعب ده ما كانش مأدي احسن موسم. حلو حلو. الكابتن حسام ما استدعاش اللاعب ده واحنا المركز بتاعه كنا محتاجينه جدا. حلو. الكابتن حسام طيب. جاليليو، انت لما طلعت على اذاعة الزمالك واتسألت، قالوا لك يا جاليليو ليه تم استبعاد مصطفى محمد من قائمة المنتخب، قلت ايه؟ هل اتكلمت فني يا جاليليو، ولا عملت زي كابتن رضا عبد العال اللي انا ما زلت مصر بقول لك الراجل ده كل ماتش بيغير تيشيرت المنتخب؟ يعني الاول كان بلجيكا وبعدين نيوزيلندا وبعدين ايران وبعدين استراليا، بقى عنده كده عارف انت دولاب فيه تيشيرتات جميع المنتخبات اللي لعبتنا. وطبعا الماتش الجاي هيبقى الارجنتين. جاليليو قال ان مصطفى محمد ما راحش المنتخب او ما تمش استدعائه للمنتخب. ليه؟ لان هو بيحاسب على فاتورة رفضه للاهلي 4 مرات. علي أن أضع تحت المجهر فكرة أن مصطفى بيحاسب على مشاريب أنه رفض الأهلي أكتر من مرة. رفض الانتقال للأهلي تحديدا. صحيح. هو مصطفى رفض الدوري المصري لأنه مش عايز يرجع مصر. جاليليو، فين الفنيات يا حبيبي؟ فين ان انت تطلع تقول لي لا ارقام مصطفى محمد مع ناديه، راجل مسجل مثلا 10 اهداف ولا 11 هدف وعامل 4 اسيست، كنا هنحتاج مصطفى مع المنتخب فنيا. الكابتن حسام كان غير موفق، وانا شايف ان اختياراته الفنية في منطقة راس الحربة عليها انتقادات او عليها علامات استفهام، او هنشوف اللي هيحصل في المونديال. ولو اتأثرنا بسبب المركز ده يبقى الكابتن حسام حسن كان مخطئ في اختياراته. ده حصل؟ لا. طب هل مثلا انت قلت ان مصطفى محمد تطاول وتجاوز على الكابتن حسام حسن؟ مش مرة واحدة على فكرة، اتكررت.
فعلشان كده الكابتن حسام اخد موقف وما جابوش. اهو يعني ده ما يعتبرش كلام فني، ولكن يندرج تحت ايه بقى؟ الانضباط. ان انا بعمل حالة من الانضباط في المنتخب عشان الدنيا ما تبقاش سايبة. قلت الكلام ده؟ لا، ولكن طلعت وقلت نفس الكلام اللي قاله رضا عبد العال. قلت والله يعني راجل رفض الاهلي فعشان كده ما راحش. بس الكابتن رضا بقى ايه، راح مديها حته زياده. قال لك انت شغال سمسار على حسام حسن، انت شغال سمسار عند الاهلي ولا ايه؟ هو لازم مصطفى يروح الاهلي علشان تضمه للمنتخب؟ يا جماعه انا عايز اعرف فين الكلام الفني لما واحد يطلع على السوشيال ميديا المفروض ان هو فنان، المفروض يعني يقول لك احنا بندعم المنتخب كله ما عدا واحد، اللي هو زيزو طبعا، اللي انا كل مره بقول لك الجرح بتاعه عمره ما هيلم. ده احنا كده بنتكلم فنيا؟ يا عم اطلع قول انا بدعم المنتخب كله، ولكن زيزو بيقدم بطوله فنيا زي الزفت، حقك. زيزو بعد الاداء اللي اداه مثلا، او بعد لما نزل ارضيه الملعب وما كانش مبسوط، لا ما يلعبش تاني، هينشر حاله سلبيه في الفرقه. بص انا عمال اهو ايه، باجي معاك وبساعدك، والله العظيم بساعدك علشان ما تطلعش تقول اي حاجه ويبان ان انت محروق من جواك، بس بتحاول تبين الايه انت بتتكلم لمصلحه المنتخب. بص بقى، انا عايز اقول حاجه واضحه قلتها هنا كتير، والناس اللي متابعاني عارفه كويس جدا الكلام ده. انا بقول لك في فئه كبيره جدا جدا من جماهير نادي الزمالك ناس محترمه، تاني ناس محترمه وفوق دماغي، وبيشجعوا المنتخب بمنتهى الوطنيه والحرقه. ولما بيطلعوا او لما بيكتبوا على السوشيال ميديا ان هم بيدافعوا عن مثلا محمد هاني، او بيدافعوا عن او بيشيدوا بمصطفى شوبير، او بيقولوا ان امام عامل بطولة عالمية، مش بيعملوا كده يا معلم تمثيل زي اللي بيحصل في قناة الزمالك وزي اللي بيحصل من بعض الناس المشاهير على السوشيال ميديا. لا، في فئة من جماهير نادي الزمالك فعلا فعلا بتدعم المنتخب من قلبها وبتدعم اللاعبين فعلا، مش تمثيل، حقيقة. ولكن انا بتكلم عن الناس اللي مستنية غلطة، اللي مستنية المنتخب يطلع مش من دلوقتي. دول كانوا قاعدين مستنيين الهزيمة الكارثية قدام بلجيكا، ما حصلش. نيوزيلندا ما حصلش، ايران ما حصلش، استراليا ما حصلش، الارجنتين انا اهو وانت اهو. خلاص، لو لا قدر الله خرجنا من الارجنتين هيتقال ايه؟ الارجنتين ده الراس الاخضر قعدت معاها لحد الوقت الاضافي وعملت معاها ماتش العمر، وانت معرفتش تعمل الماتش او معرفتش تأدي نفس الاداء اللي ادته الرأس الاخضر. عرتونا، ده الرأس الاخضر على كده بقى احسن مننا. بص هم عملوا ايه، دول سجلوا هدفين في الارجنتين. طيب ايه اللي هيتقال تاني؟ ممكن مثلا هيقولك ايه، حلوة دي، هيقولك يعني انت ضيعت على نفسك فرصة تاريخية، انت كان ممكن تتأهل لدور الثمانية لان نسخة الارجنتين دي من اضعف النسخ. روح اتفرج على كاب فيرد او الرأس الاخضر عملت معاها ايه. حرام عليك يا حسام، ما انت لو كان معاك مصطفى محمد كنت ممكن تستغل الفرص اللي راحت. حرام عليك يا حسام، مش هتجيلنا فرصة زي دي تاني، ومش هتجيلنا مجموعة زي دي تاني سهلة نعرف نتأهل منها، ومش هيجيلنا قرعة سهلة زي دي تاني، ومش هتجيلنا الأرجنتين بهذه النسخة الضعيفة تاني عشان نقدر نكسبها. ده اللي هيتقال. وبرضو خد السكريبت ده عندك واحتفظ بيه وشوف هيتقال ولا لا. هيقولك أرجنتين مين؟
ارجنتين مين يابا؟ ده فريق فاضي، ده هو ميسي اللي مدورها. وقف ميسي الارجنتين دي كلها هتقف. فريق اللا فريق، لعيبة كسر، منتخب تعبان. بقى انت يا مصر او بقى انت يا منتخب مصر مش عارف تكسب فرقة ممشيها لاعب؟ اخس اخس. ده اللي هيتقال يا معلم. بص انا بسبق لك اهو. طب اقول لك حاجة. انت عارف ان احنا يعني لو الاحتمال اللي هو 1% او النص في المية حصل واحنا عدينا الارجنتين، اضحكك ولا انت عارف انا هقول ايه؟ عارف طبعا صح؟ يعني طبعا مكسب كبير ومكسب محترم وكل حاجة، بس يا جماعة يعني افتكروا معانا راس الاخضر عملت ايه مع الارجنتين. فعادي جدا ان انت تكسبها يعني. ده الراس الاخضر قعدت معاها اكسترا تايم. فان انت تكسب الارجنتين يعني ده شيء هو كويس، بس يعني مش انجاز. بص بقى الماتش اللي بعديه هو ده الاختبار الحقيقي. كل ما هتعدي كل ما هيتقال كلام مختلف. لو خسرت انت عارف اللي هيتقال. الخلاصة جحا وابنه والحمار. القصة الاشهر، جحا مشي جنب الحمار وابنه ركب. قال لك بص الواد العاق، الواد اللي ما فيهوش خير، ابوه الراجل الكبير في السن ممشيه وهو اللي راكب الحمار. الواد نزل ومشي وجحا طلع ركب على الحمار. قال لك بص الراجل ابو قلب قاسي، ابنه الصغير يا عيني سايبه ماشي وهو اللي راكب على الحمار. الاتنين نزلوا ومشوا جنب الحمار. قال لك بص الناس المعاتيه شاريين حمار علشان يمشوه ومحدش يركب عليه. في الاخر عملوا ايه؟ راح جحا وابنه شالوا الحمار. قال لك بص دول ناس مجانين، في ناس في الدنيا تشتري حمار علشان يشيلوه. ده بالظبط اللي بيحصل مع الكابتن حسام حسن والمنتخب والناس المجموعة اللي هم بقى ايه، اللي هم دلوقتي راكبين الموجة. تمام؟ يعني في فئة كده معينة راكبة الموجة بتحاول انها تحسسك ان احنا معاك، احنا مع المنتخب، احنا بنشجعك. ولكن صدقني اول ما حسام هيقع او المنتخب يخسر هتلاقي بقى قصة. فاكر اخر مرة قلت لك بلاعة جواها حاجات وايه ومكبوتة، تتفتح البلاعة نافورة بس مش مية، حاجات تانية. ما علينا. ده بالنسبة للكابتن جاليليو وللكابتن رضا عبد العال. وعايز اقول لك ان مها صبري برضو طلعت في فيديو من الحتة الضلمة. للأمانة يعني هي ما كانتش حتة ضلمة أول مرة دي، وقالت نفس الكلام. قالت يا جماعة عيب، والناس اللي بتتهم بعض انها ما بتشجعش المنتخب، والناس اللي بتتهم جماهير الزمالك. يا بنتي مين قال ان جماهير الزمالك كلها ما بتشجعش المنتخب؟ التعميم ده ليه؟ احنا بنتكلم عن فئة معينة، وانت يا مها يعني سبحان الله بقى انت من الفئة دي. تخيلي بقى، والله انا في وجهة نظري ان انت من الفئة اللي كان من جواها نفسها ان احنا نقع، علشان بقى نقول ايه المركز الثالث واخد 8 لاعبين وتفضل وادي النتيجة جو ده. ولكن يعني انت ركبتي الموجة انت الاخرى، طلعت برضو هي الاخرى تقول لك ايه عيب وما يصحش والنقد الفني سبحان الله. نفس كلام جاليليو. لما انا انتقد فنيا ويبقى عندي رؤية دي مش معناها ان انا ضد المنتخب. ايه يا جدع، ايه يا جدع السكريبتات اللي نازلة على ودنه دي؟ ياما بعد اذنك السكريبت اللي يجيلك ما تقريهوش زي ما هو، غيري فيه شوية. بلاش مها، بعيدي جاليليو. السكريبت اللي ينزل لك ما تقراهوش زي ما هو، غير فيه. تمام؟ لان عيب ان انا افتح قناة الزمالك جاليليو الاقيه بيقول نفس الكلام، اقسم بالله نفس الكلام بالحرف اللي بتقوله مها قبليه بيوم. الشغل برضو لازم يبقى شغل فيه احتراف شوية، ما تحسسوش المشاهد ان ده سكريبت واحد. عيب. مهم يعني دي كانت حلقة كده سريعة
بتكلم معاك فيها عن الناس اللي بتزيط والناس اللي بتدعي انها بتشجع المنتخب، والسكريبت الاخير اللي كان نازل على قناة نادي الزمالك او كان نازل لمذيعين قناة نادي الزمالك. في النهاية يا معلم بقى ما تنساش اللايك دي مهمة جدا زي ما انت عارف، ولو انت لسه ما اشتركتش على القناة مستني ايه؟ اشترك على القناة من فضلك، واكتب تعليق وقول لي رأيك ايه في الموضوع اللي احنا النهاردة اتكلمنا فيه، الناس اللي بتشجع المنتخب والناس اللي بتمثل انها بتشجع المنتخب ومن جواها مستنية المنتخب يقع. اشوفك ان شاء الله في فيديو جاي واحنا بنرد على المجرة الزملكاوية. سلام.